ممكن تكون الفترة اللي انت بتمر بيها دلوقتي مليانة تفاصيل كتير اوي والدنيا كلها بايظة منك. في وقت المشكلة ما بنبقاش شايفين انه ده ممكن يكون منه خير او ممكن يكون لصالحي. اول لما الواحد يهدى شوية ويبعد عن المشكلة شوية وياخد مساحة لوحده شوية ويسمح لكل المشاعر اللي هو حاسسها ان هي تطلع، سواء كان هو متضايق او غضبان او ناقم على الوضع اللي هو وصله او ايا كان، بيسمح لكل المشاعر دي ان هي تطلع ويعبر عنها، اما بالكلام اما بالشعور اما بالكتابة، اما ان هو يعترف بوجودها اصلا. بعد ما يعدي المرحلة دي بيبدأ يشوف انه لعله خير، لعله خير. محدش عارف الخير فين، محدش عارف اذا كان ده هيضرك ولا هينفعك، محدش عارف اذا كنت انت فعلا واقف في مكانك ومش بتتقدم ولا ده هو اللي ممكن يسهلك حاجات بعدين، محدش عارف اذا كنت انت اصلا اللي بيحصل ده بيغيرك من جوه للافضل ولا بيغيرك للأسوأ. راجع كده معايا يا صديق كل الحاجات اللي فاتت في حياتك، كام موقف عدى زي ده والدنيا كانت مقفلة كلها في وشك وبعدها قلت الحمد لله ان ده حصل. مش يمكن ده كمان بعد مدة تقول الحمد لله انه حصل؟ حاول تفكر في النقطة دي من دلوقتي، بلاش الوقت يعدي وبعدين تدرك بعد ما يحصل. لما تحس الإحساس ده جوه المشكلة هتحس إن واقعها أهدى بكتير عليك من أي وقت فات، وهتحس إنك بتتقبل المشاكل، وهتحس إنك عارف تتعامل معاها رغم الضغط اللي ممكن تكون موجود فيه. هيبقى عندك شوية صبر في إنك انت تستحمله عن قبل كده. ممكن يكون عندك شوية لا مبالاة، لا بأس بها، عادي. اللامبالاة في وقت زي ده بيخليك تسلم الأمور لله، وبالتالي تستسلم من قدرتك وترميها على الله سبحانه وتعالى في الفترة اللي انت ضعيف فيها ومش عارف تتصرف، وبعدين تبدأ تمسك زمام الأمور وتعمل اللي المفروض تعمله. فبالتالي كل حاجة بتحصل هي خير يا صديقي. أنا جيت النهاردة عشان أفكرك بالمعنى ده، وعشان تحمد ربنا وتحاول تشوف الحكمة من كل حاجة بتحصل حواليك دلوقتي، وتحاول تسمح لمشاعرك إن هي تكون موجودة وتخليها تعدي بسلام. بشكركم جدا على حسن الاستماع، ولو في أي إضافة أو أي سؤال أو أي فضفضة حابين تقولوها ياريت تقولوها لي في كومنت، وإن شاء الله الفترة دي تعدي أسرع مما كنت تتخيل وترجع تاني لحياتك الطبيعية والأفضل والأفضل. شكرا جدا. كنت معاكم أسماء رحيم.